ومفيش مشكلة لو عشنا في كوخ وصاحبنا المطرة، ومفيش مشكلة لو يبقى الكلب أعز أصحابنا وبرضه القطة، ومفيش مشكلة لو دفتنا النار بدل أصحابنا علشان دول عالم ما بيأذوش البني آدمين. كان سبب إننا نبعد عن الناس إن الناس مش فاهمة دماغنا. شفنا كتير منهم صدمات بعديها لقينا الوحدة أحلالنا. ما احنا حبينا واحد من الناس ولقينا في آخر الحب خيانة. بعديها قلنا نحب جديد، هنلاقي حد على هوانا، وطلع كله بيشبه بعضه واحنا اللي بنتأذى بإيدينا. وصاحبنا أصحاب قالوا إخواتنا، وطلعوا أصحاب ولا ليهم لازمة، وسبناهم وصاحبنا في غيرهم طلع الكل بنفس النسخة. فقفلنا علينا الباب من الناس ولقينا طريق الوحدة دوام. الطيبة ساعات بتجرح فينا، بتخلي الناس فاكرانا سهلين، بتخلي الناس شايفانا تراب هيدوسوا عليه ونقول راضيين. صراحتنا كمان غلطة كبيرة، غلطة انك تحكي اسرارك وعشمك واخدك في اصحابك وبترجع تاخد الصدمة لوحدك لما بينشروا كل كلامك. كان كل الاسباب دي تكفي اننا نبقى لوحدنا عايشين. يا عم لو الاسباب دي بتنطق كانت هتقول بكفاية انين. كان كل الاسباب دي تكفي اننا نسند نفسينا بايدينا. مش عيب اننا ننزل نتمشى من غير ما اصحابنا تكون ويانا. مش عيب لما ننام على الفرشة ما نشوفش غير الضلمة معانا. مش عيب لما نشوف لنا شغلة نحكي مع الناس على قد الشغل. العيب لما نقرب من حد وبسببه نخش في دوامة. فيها ايه لما نحب الوحدة؟ ده حتى الوحدة شكلها طيب، لا عمرها بكتنا في يوم ولا غدرت بينا ولو ثانية. لما نروح ليها بتحضننا، واما بنحكي لها بتسمعنا، واما بنبكي بتبكي لحالنا ولا قلت ويانا في مرة. مين قال ان احنا لوحدينا وعايشين مع نفسنا في الوحدة؟ دي الوحدة دي اصلا عملت اللي ما عملوش حد عشاننا.